أقام وجبة إفطار آخر أيام رمضان مع عدد من أهالي وأسر الشهداء، وقام المحافظ بالاستماع إلى مطالب أسر الشهداء ووعد بتنفيذها. ومن بورسعيد معنا الصحفي أحمد الجمال. أحمد، هل لك أن تطلعنا على أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك في بورسعيد؟ نعم أحمد، أدى صباح اليوم اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد في ساحة الخلايا الأساسية بالمدينة أمام ديوان عام حي الشرق ببورسعيد وسط جميع التيارات السياسية والدينية وآلاف من أهالي المدينة التي توافدت منذ الخامسة بعد فجر اليوم صلاة العيد. وأكد خطيب صلاة العيد الشيخ شفعي برهان مدير الإرشاد الديني بمديرية الأوقاف ببورسعيد ضرورة التمسك بكتاب الله، مشيرا إلى أنه الطريق الوحيد للخلاص من أي معوقات تعوق الأمة خلال هذه الفترة الحرجة على حد وصفه وكل الفترات المقبلة. ودعا جميع التيارات بمصر إلى التوحد على كلمة واحدة وهي مصلحة. أحمد، بمناسبة الحديث عن التيارات، كيف كان أداء التيارات السياسية المختلفة اليوم تجاه الجماهير أثناء الاحتفال بعيد الفطر؟ نعم أحمد، ساحة العيد، ساحة صلاة العيد اليوم كانت عبارة عن استغلها جميع التيارات والأحزاب السياسية والدينية واعتبروها فرصة لأكبر تجمع لأهالي بورسعيد. وقام مندوب الأحزاب والتيارات والحركات بتوزيع منشورات وكتيبات تشرح برامجها وأهدافها، فيما قدم حزبي النور والعدالة والحرية والعدالة، بالإضافة إلى الكتيبات هدايا عينية للأطفال. وكان ملاحظ تواجد كثيف وغير مسبوق للدعوة السلفية وحزب النور والإخوان المسلمين. وانفردوا بتعليق لافتات بأسماء تياراتهم السياسية. أحمد، سريعا، ماذا عن لقاء إفطار المحافظ مع عدد من أسر الشهداء الجديد في هذا الأمر أحمد؟ نعم أحمد، اللواء أحمد عبد الله تناول آخر وجبة إفطار برمضان أمس مع أهالي وأسر الشهداء، ولبى المحافظ جميع مطالبهم التي كانت معلقة منذ إعلانها. وقال المحافظ أن بورسعيد بها 13 شهيد و48 مصاب، وقرر علاج جميع المصابين بكامل التكلفة على نفقة المحافظة وتعيين كل المصابين في وظائف وفقا لنسبة 5% عجز. وقرر 3 رحلات حج و3 للعمرة على أن تؤجل بقية رحلات العمرة إلى مطلع العام المقبل. كما قرر تسكين 29 حالة من أسر الشهداء والمصابين بمساكن حكومية. وقام المحافظ أيضا بتوزيع هدايا مالية لأطفال الشهداء والمصابين على سبيل عيدية عيد الفطر المبارك، واستمع إلى كل شكواهم ووعد بحلها بشكل جزئي. شكرا جزيلا. الصحفي أحمد الجمال كان معنا من محافظة بورسعيد.